سلام الله عليكم مشاهدينا الأعزاء في فيديو جديد من فيديوهاتنا على عالم الكرة. سوق الانتقالات الصيفية ما زال في بدايته، وأخبار الميركاتو لا تتوقف، ونحن بدورنا نبحث هنا وهناك لنجمع لكم آخر أخبار انتقالات اللاعبين لصيف 2024، وأنتم بدوركم تابعونا إلى النهاية لأن هناك انتقالات مفاجئة. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. 10. مايكل أوليز. أوضحت تقارير صحفية ألمانية أن نادي بايرن ميونخ الألماني توصل لاتفاق بشأن ضم الفرنسي مايكل أوليز جناح فريق كريستال بالاس الإنجليزي. اللاعب البالغ من العمر 22 عاما يملك عقدا مع النادي الإنجليزي حتى يونيو عام 2027، وارتبط بالانتقال إلى تشيلسي ومانشستر يونايتد. وبحسب شبكة سكاي ألمانيا فإن بايرن ميونخ توصل لاتفاق بشأن التعاقد مع أوليز حتى يونيو عام 2029، كما تم الاتفاق على الشروط الشخصية. ووصلت الشبكة الألمانية أن العملاق البافاري سوف يدفع 60 مليون يورو إلى كريستال بالاس من أجل التعاقد مع الجناح الفرنسي. جدير بالذكر أن أوليز كان قد انتقل إلى صفوف كريستال بالاس في صيف عام 2021 قادما من ريدينغ. 9. يان ماتسن. اجتاز يان ماتسن لاعب تشيلسي الفحوصات الطبية للانتقال إلى أستون فيلا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وشدد فابريزيو رومان والصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت أن اللاعب الهولندي قد اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح لإكمال انتقاله إلى فريق أوناي إيمري. وكشف رومان أن تشيلسي سيحصل على 37 مليون جنيه استرليني جراء بيع عقده. وأوضح رومان أن ماتسن سيوقع على عقد مدته 6 أعوام مع الأستون فيلا. وقضى اللاعب البالغ من العمر 22 عاما النصف الثاني من الموسم المنقضي معارا إلى بروسيا دورتموند. وشارك الظهير الأيسر في الموسم المنقضي في 38 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفين آخرين. وتبلغ القيمة السوقية لماتسن حسب موقع ترانسفير ماركت 40 مليون يورو. 8. برونو غيماريش. كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اقتراب مانشستر سيتي من التعاقد مع برونو غيماريش لاعب نيوكاسل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويسعى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة الإسباني بيب غوارديولا لتدعيم بطل البريمير ليج هذا الصيف قبل انطلاق الموسم الجديد في إنجلترا. ويمتلك النجم البرازيلي برونو غيماريش عقدا مع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2028، وشرط جزائي مقابل 100 مليون جنيه استرليني. وقالت إحدى الشبكات الإنجليزية أن الشرط الجزائي للاعب تبلغ قيمته 100 مليون جنيه استرليني، حيث يصر نيوكاسل على بقاء اللاعب. 7. مارك غويو. وصل نادي تشيلسي إلى مرحلة المفاوضات المتقدمة مع مارك غويو لاعب برشلونة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأكد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن تشيلسي اقترب من الاتفاق مع غويو للتعاقد معه. وأوضح رومانو أن تشيلسي سيتعاقد مع غويو عن طريق تفعيل الشرط الجزائي البالغ 6 ملايين يورو. وكشف رومانو عن تفاوض نادي بايرن ميونخ أيضا مع غويو في نهاية الأسبوع، لكن يظل تشيلسي هو الأقرب. وعرض برشلونة عقدا جديدا على غويو حسب رومانو، لكن لم يتخذ اللاعب البالغ من العمر 18 عاما القرار النهائي بعد. وشدد رومانو أنه لا يوجد نية للنادي الإنجليزي في إخراج غويو إلى إعارة لستراسبورغ الفرنسي. 6. نيكو ويليامز. يحاول نادي تشيلسي الإنجليزي قطع الطريق على برشلونة الإسباني نحو التعاقد مع نيكو ويليامز نجم فريق أتلتيكو بيلباو الإسباني.
ويتألق ويليامز حاليا رفقة منتخب إسبانيا في بطولة كأس أوروبا المقامة حاليا في ألمانيا، وقد لا رخ للتأهل إلى دور 16 بعد الفوز في أول مباراتين على كرواتيا وإيطاليا. وأصبح صاحب 21 عاما مطمعا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف برشلونة الذي يلعب في صفوفه مواطنه وصديقه الشاب أيضا لامين يامال، الذي اعترف بأنه يتمنى أن ينضم إلى الفريق الكتالوني بسبب مستواه المميز. وذكر الصحفي جان لوكا دي ماريزيو أن تشيلسي يراهن بشكل كبير على ضم نيكو ويليامز ومستعد لكسر عقده بدفع نحو 60 مليون يورو. خامسا، دوغلاس لويز. أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي توصل لاتفاق بشأن التعاقد مع الدولي البرازيلي دوغلاس لويز لاعب خط وسط فريق أستون فيلا الإنجليزي، وينتهي تعاقد اللاعب البالغ من العمر 26 عاما مع النادي الإنجليزي في يونيو عام 2026. وأشارت شبكة سكاي إيطاليا إلى أن يوفنتوس توصل لاتفاق بشأن ضم دوغلاس لويز. وأكد الصحفي الموثوق ديفيد أورينتسان أن يوفنتوس توصل لاتفاق مع أستون فيلا على ضم لويز مقابل 50 مليون يورو. وأضاف المصدر أن لويز سيخضع للفحص الطبي الأسبوع المقبل، ثم سيوقع على عقد لمدة 5 سنوات مع اليوفي. وأتم أورينتسان أن ثنائي يوفنتوس سامويل إيلينغ وإنزو سينضمان إلى أستون فيلا مقابل 22 مليون يورو. رابعا، ناتشو فرنانديز. ذكر تقرير إسباني أن ناتشو لاعب منتخب إسبانيا وقائد فريق ريال مدريد سينتقل إلى نادي القادسية السعودي الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين، وينتهي عقد ناتشو نهاية هذا الشهر. وكان في محادثات متقدمة مع نادي الاتحاد السعودي قبل أن يتقدم القادسية ويحسم الصفقة. وذكرت صحيفة ماركا أن ناتشو فرنانديز البالغ من العمر 34 عاما سينضم إلى القادسية بعقد لمدة عامين مقابل 10 ملايين يورو. وأشارت بعض التقارير إلى أن رحيل ناتشو دفع ريال مدريد إلى تسريع الخطى لضم لينيورو لاعب ليل الفرنسي ليحل محله. وشارك ناتشو في 363 مباراة بقميص الميرينجي، وفاز ب26 لقبا، منها 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و4 ألقاب بالدوري الإسباني. ثالثا، روبن لينورماند. قال الصحفي فابريزيو رومانو إن نادي أتلتيكو مدريد يستهدف التعاقد مع مدافع ريال سوسيداد لينورماند. وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: أتلتيكو مدريد فتح محادثات مع ريال سوسيداد بشأن روبن لينورماند. وأضاف: نورماند أحد الأهداف ذات الأولوية لأتلتيكو مدريد هذا الصيف، واللاعب حريص على الانضمام إلى الأتلتيكو. وأتم يتفاوض أتلتيكو مدريد على ضم اللاعب بأقل من الشرط الجزائي الذي قدره 50 مليون يورو. ثانيا، تامي أبراهام. أفادت تقارير صحفية إيطالية أن نادي روما الإيطالي عرض الإنجليزي تامي أبراهام على الميلان، ويبحث الروسونيري عن مهاجم جديد في الصيف الحالي ليعوض رحيل الفرنسي أوليفييه جيرو. وارتبط بالتعاقد مع الدولي الهولندي جوشوا زيركيزي. وأوضحت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن أبراهام خرج من حسابات دانييل دي روسي المدير الفني لفريق روما. ووصلت الصحيفة الإيطالية أن روما يريد الحصول على 25 مليون يورو للموافقة على رحيل المهاجم الإنجليزي. وتابعت توتو سبورت أن راتب اللاعب الإنجليزي السنوي والذي يقدر ب4 ملايين يورو سيكون في متناول الروسونيري بفضل مرسوم النمو. أبراهام عاد مؤخرا إلى اللعب بعد إصابة في الرباط الصليبي تعرض لها خلال عام 2023. يتنافس الهلال والنصر قطبي الكرة السعودية على التعاقد مع البرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفية الحالية. وكشفت التقارير الصحفية أن ميركاتو هذا الصيف سيشتعل بين الزعيم والعالمي
للفوز بخدمات نجم ريال مدريد الإسباني السابق. وكتب الصحفي الشهير المتخصص في أخبار الانتقالات بن جاكبوس أن الهلال والنصر يرغبان في ضم اللاعب مقابل 30 مليون يورو، ولن يستمر في تألقه مع مانشستر يونايتد كما فعل في الميرينغي، وربما يكون الدوري السعودي ووجهة اللاعب القادمة.